هل ممكن مريض يجي لك عنده ضمور في العظم شديد نتعامل برضو معاه؟ يعني احنا بفضل الله تقريبا احنا الناس الوحيدين في مصر دلوقتي، او كنا من القلائل جدا او من الاوائل بمعنى اصح اللي تعاملنا مع الحالات دي بشكل مختلف تماما، ان احنا عملنا لهم حاجه اصلا مش زراعه. تمام. في مريض بيلف على دكاتره الاسنان كلها بيسمع كلمه واحده: انت مش هينفع لك زراعه، او يتقال له احنا هندخل في عمليه زراعه عظم لمده سنه. هو بقى عنده فقدان كلي في العظم. طيب الفقدان الكلي في العظم ده مبدئيا انا مش هينفع ازرع له ليه؟ انا عندي هنا حاجه اسمها الجيوب الانفيه اللي هي الماكسيلاري ساينس، يمين وشمال، وفي عندي هنا عصب كده ما ينفعش ان انا المسه. لو انا حصل عندي ضمور شديد في العظم وجيت احط الزرعه، فالزرعه دي في الغالب هتدخل في الجيوب الانفيه، وفي نفس الوقت تحت لو جيت اعمل نفس القصه الزرعه دي هتدخل في العصب، فما ينفعش. مريض زي ده، المريض ده كان خالع بقاله سنين وكان بيستعمل طقم متحرك. الطقم المتحرك من مشاكله ان هو بيضغط على العظم فبيزود معدل الضمور. لو جينا نبص على الاشعه بتاعته هنلاقي ان العظم بقى سمكه قليل جدا، 2 مللي. 2 مللي ده يعني مفيش مكان ان انا احط فيه الزرعات. طيب المريض ده له حل هو مختلف تماما، ويمكن ناس كتير هتكون بتسمع عنه لاول مره. حاجه احنا بنسميها السب بريوستيال، او هي عباره عن هيكل بيتعمل له مخصوص. بنعمل له مجموعه اشعه، ده نموذج ديجيتال من الفك العلوي بتاعه. بنبدا نديزاين او نصمم عليه الجزء الاخضر اللي احنا شايفينه ده، والجزء ده بيبقى هو سبيشاليزد او كاستمايزد، يعني هو مصنع خصيصا لمين؟ للمريض ده. وبتبدا يتثبت في عظم الفك من بره، يعني هو ما فيش عمق ان انا ادخل فيه بالامبلانت او بالزرعه بتاعته، فبيبدا يتثبت من بره ويتثبت بمسامير. وبعد كده اللثه بتهيل عليه جدا. لو احنا استمرينا مع بعض وقلبنا كده زي المنظر اللي انت شايفه ده، تحس ان هو حاطط دلوقتي كام زرعه؟ 4. هو مش حاطط ولا زرعه، هو في فريم او في هيكل تحت اللثه متثبت في العظم كويس جدا. تمام. وطالع مني الاربع اماكن دول ببدا ان انا اعمل عليهم التركيبه بتاعتي. ده الفك المقابل، نفس القصه، ممكن يتعمل زراعات عاديه لو في عظم معايا. وبعد كده بنعمل برضو التركيبه اللي احنا قلنا بتبقى عباره عن هيكل ماسكهم كلهم ولثه صناعيه، وبعد كده التركيبات النهائيه. الحل ده احنا دايما بنقول عليه ده حل للي ملوش حل. ده المنظر. ممكن نستمر نجيب الصور كده نشوف بيفور اند افتر، يعني الترانسفورميشن اللي حصل. التحول. يعني التحول بيبقى رهيب جدا. ده بعد ما كان لف على كميه دكاتره مش طبيعيه يعني. هو يعتبر برضه صغر في السن 20 سنه. هو حكايه ضمور العضلات ده العظم. العظم نفسه ضمور العضلات فوقيه، ما هو طبعا بيسبب ضمور العضلات. بيخلي العضلات الوش كله يتهدد. بالظبط. لما بنفقد اسناننا العضلات المحيطه بالشفه او المحيطه بالخد، يعني الباكسينيتور ماسلز او كده، بتدخل لجوه بيحصل فيها ضمور. فده يعني بالعربي كده احنا بنقول الوش طبق. فملامح الوش اصلا بتكبر في السن بقدر كبير جدا يعني. فالنوع ده ما بنحبش نقول عليه زراعه، هو او النوع ده من الفريم او الهيكل اللي بيتعمل مخصوص للمريض، زي ما اتفقت مع حضرتك كده، بيكون حل للي ملوش حل حرفيا.